ازيكم يا شباب؟ بنعمة ربنا اجتمعنا المرة الجاية بعنوان ترانزيت. اجتمعنا مع مجموعة منكم وسألناهم يعني ايه ترانزيت. تعالوا نسمع هم قالوا ايه عن ترانزيت. ترانزيت؟ مريان بيسألوني يعني ايه ترانزيت؟ يعني ايه ترانزيت؟ ترانزيت؟ مش عارفة. مايكل تعرف يعني ايه ترانزيت؟ تعرف انت يعني ايه ترانزيت؟ ترانزيت وانا مالي يا عم، ترانزيت ايه ده؟ معرفش يعني ايه ترانزيت. ده اسهل حاجة، الترانزيت معروف. لا بقى انا معرفش. تعرف انت يعني ايه ترانزيت؟ بعد كده سألناهم كل واحد لوحده. مريان يعني ايه ترانزيت؟ مش عارفة اقول عليها ان دي حاجة المفروض تبقى هدف قدامي اوصل لها، ولا دي حاجة غلط في حياة كل واحد المفروض ابعد عنها. بس ممكن اعتبرها انه دي حد بدأ بس جه فترة وقف ومش عارف يكمل، فالفترة اللي في حياته بيبقى مش عارف ولا يرجع ولا يطلع قدام، اعتبرها دي ترانزيت. ساندي ممكن تقولي لنا يعني ايه ترانزيت؟ ترانزيت لو هناخدها على حوار ديني شوية يبقى I think ان الفترة اللي بيمر بيها يعني واحد يبقى مكمل مع ربنا ماشي كويس ويروح فجأة يحصله دروب كده، فيا اما بقى حسب هو يتعامل معاها ازاي، يا اما يستغلها كويس فيفوق بدري، يا اما يتعامل بقى معاها انها شيء طبيعي في حياته وممكن يتأخر انه يفوق ويقول بالصدفة لما ربنا يريد او كده فالفرصة تفوته ما يقدرش يكمل ويبقى ضاعت حياته كلها في الترانزيت. يعني ده اسينك لو هي حوار بقى بعيد عن الطيارات وكده. يعني مريم اكيد انت اللي هتعرفي اجابة ترانزيت. انا مش عارفه يعني ايه ترانزيت فعلا، بس ترانزيت ممكن يكون زي واحد مسافر ونزل ترانزيت وقعد يعمل شوبينج وياكل ويشرب وكده ونسي ان هو لسه في طياره هتطلع تاني وهيكمل. فعلاقتنا بربنا ممكن تكون ترانزيت، يعني احنا نزلنا في فتره ريست طويله ونسينا نفسنا خالص ان احنا المفروض نكمل حياتنا مع ربنا. واخيرا مايكل، يا ترى انت تعرف يعني ترانزيت يا مايكل؟ الترانزيت معروف يا معلم، بتاع المطارات، ده اغلى تذاكر الترانزيت دي. في حد يسافر بلد من غير ما يقعد على الترانزيت بتاع البلد التانية؟ ده احلى زيارات للبلد زيارات المطارات بتاعت الترانزيت.